السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد. أول الصور من موقع حادث عزبة النخل بالقاهرة. انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث عزبة النخل مساء يوم السبت لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمركزت قوات الشرطة في مسرح الواقعة وتحفظت على سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث. وقد أصيب 6 أشخاص بعدما صدمهم مينيباص أثناء سيرهم في شارع ترعة توفيقية بمنطقة عزبة النخل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع ترعة بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين أنه أثناء نزول مينيباص من أعلى الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم 6 أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة توفيقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.